في قلب التاريخ المصري القديم، بين أسرار النصوص الدينية وغموض الآثار، في لغز قديم جدا، لغز بيجمعها بين نبي عظيم وملك غير تاريخ بلده. الحكاية كلها بتبدأ بسؤال واحد فضل محير الكل لقرون طويلة. السؤال هو: مين الملك اللي كان بيحكم مصر وقت قصة سيدنا يوسف؟ ده بالظبط محور رحلتنا النهاردة. والمفتاح بتاع اللغز ده موجود في القرآن الكريم نفسه. لما نقرأ قصة سيدنا يوسف بنلاقي إن الحاكم دايما بيتوصف بكلمة الملك، لكن في قصة سيدنا موسى بنلاقي الكلمة اتغيرت ببقت فرعون. الفرق الصغير ده هو اللي فتح الباب لنظرية من أكتر النظريات إثارة في التاريخ كله. طيب، خلينا نبدأ الأول باللي نعرفه عن الملك المجهول ده من القصة نفسها، الملك اللي سلم مصير مصر كلها لشخص واحد. الحكاية بتبدأ بحلم غريب، حلم بيه الملك ومحدش عارف يفسره. 7 بقرات تخان بياكلهم 7 بقرات رفيعين، ولما الكل فشل جه سيدنا يوسف مش بس عشان يفسر الحلم، لا، ده قدم خطة اقتصادية كاملة ومتكاملة عشان ينقذ مصر من مجاعة كانت هتدمرها. هنا بقى الملك أدرك إنه مش قدام شخص عادي. الحكمة دي خلت الملك يدي لسيدنا يوسف ثقة ومكانة وسلطة مطلقة، وده بيورينا إن الحاكم ده كان عنده نظرة وبيعرف يختار الكفاءات بغض النظر عن أي حاجة تانية. والنقطة الأهم إن سيدنا يوسف هو بنفسه اللي طلب المسؤولية دي، مش عشان عايز سلطة، لا، ده لأنه كان شايف أزمة جاية ومحدش غيره واخد باله منها وحس إن دي مسؤوليته، وطبعا الملك وافق على طول. ودلوقتي تعال نسيب القصة الدينية شوية وندخل في التاريخ. هنقدم المشتبه به الرئيسي في القضية بتاعتنا، واحد من أكتر الملوك اللي عملوا جدل في تاريخ مصر كله، الملك إخناتون. أخناتون عمل حاجة يعني ممكن نقول هزت مصر القديمة من جذورها. تخيل حضارة بقالها آلاف السنين بتعبد آلهة كتير جدا، وفجأة يطلع الملك بتاعها ويقول لا، مفيش غير إله واحد بس. واللي عمله إخناتون ما كانش مجرد فكرة قالها وخلاص، دي كانت ثورة شاملة. أعلن إن الإله آتون هو الإله الواحد الأحد، وبعدين راح قافل كل المعابد القديمة وسحب كل السلطة والنفوذ من الكهنة اللي كانوا يعتبروا دولة جوه الدولة، وكمان نقل العاصمة من طيبة لمدينة جديدة بناها مخصوص للإله بتاعه. يعني هو عمل إعادة هيكلة كاملة للدين والسياسة. طيب، إيه بقى اللي ممكن يربط بين الملك الثائر ده والنبي الكريم؟ هنا بقى هنبدأ نبني القضية ونشوف الفرضيات اللي بتحاول توصلهم ببعض. السؤال الأساسي اللي النظرية دي بتطرحه منطقي جدا: هل ممكن تكون ثورة إخناتون الفكرية دي ليها علاقة بوجود شخص مؤمن بإله واحد وعنده حكمة خارقة كان عايش معاه في نفس القصر؟ ولما نبص على قصة سيدنا يوسف بنلاقي المواصفات دي بتنطبق عليه بشكل مدهش. راجل غريب عن البلد داخل مصر، وطلع من السجن لأعلى منصب في القصر، بقى واحد من أقوى الناس في المملكة كلها، والملك بيثق فيه ثقة عمياء. شخصية بالتأثير ده كله مستحيل تكون عدت كده من غير ما تسيب بصمة قوية جدا. يعني الفكرة كلها بتقول إن وجود شخصية بالعقل والإيمان القوي لسيدنا يوسف في دايرة الحكم ممكن قوي يكون هو اللي زرع أول بذرة لفكرة التوحيد في دماغ الملك وشجعه على التغير الجذري ده. بس زي أي تحقيق لازم نسمع للرأي التاني. دلوقتي خلينا نروح للجانب المضاد، الأدلة اللي مش موجودة والحجج اللي بترفض النظرية دي. ودي أكبر مشكلة بتواجه النظرية دي. بكل بساطة مفيش أي دليل أثري صريح، مفيش نقش واحد أو حتة بردية بتقول يوسف كان هنا، أو بتذكر اسمه في عصر إخناتون أو أي عصر تاني بشكل مباشر. وعشان كده معظم علماء المصريات الكبار بيرفضوا الفرضية دي. أولاً بيقولوا إن في فجوة زمنية كبيرة بين تقديرات وجود سيدنا يوسف وعصر إخناتون، والأهم من ده كله هو الفرق الكبير في طبيعة التوحيد نفسه. توحيد أخناتون أو الآتونية كان عبادة لقرص الشمس، آتون كإله مادي نقدر نشوفه بعينينا، لكن التوحيد الإبراهيمي قائم على عبادة إله مجرد غير مادي لا تدركه الأبصار، وده فرق جوهري بيخلي الربط بينهم صعب جدا. سيدنا يوسف مش أي شخصية في التاريخ. الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بالنسب العظيم ده: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وده لوحده بيوضح مكانته الكبيرة. وهنا اللغز بيكبر أكتر، إزاي شخص بالأهمية دي كلها، شخص أنقذ بلد بحالها من مجاعة، وبنعرفش نلاقي أي ذكر واضح ليه في السجلات المصرية؟ ده في حد ذاته سؤال محير. وده بيوصلنا للنقطة الأخيرة والأكثر غموضاً في اللغز ده كله. في مصير مشترك غريب جداً بين سيدنا يوسف وأخناتون، ظاهرة المحو من التاريخ. بعد ما أخناتون مات اتلقب بالملك المارق، والملوك اللي جم بعده عملوا حملة منظمة عشان يمسحوا اسمه وتاريخه وآثاره من الوجود. حرفياً كانوا عايزين يتأكدوا إن محدش يفتكره تاني. وهنا السؤال اللي لازم يتسأل:
هل دي مجرد صدفة إن التاريخ يسكت تماما عن الملك اللي عمل ثورة دينية، ويسكت برضو عن النبي العظيم اللي ممكن يكون هو سبب الثورة دي؟ في النهاية إحنا مش هنا عشان نقول إجابة قاطعة، لأن محدش يملكها. الهدف إننا نعرض حجم اللغز ده اللي هيفضل سؤال مفتوح في صفحات التاريخ. وبكده بتفضل القصة دي معلقة بين يقين النص الديني وصمت السجلات الأثرية، نقطة تقاطع مثيرة جدا بين الإيمان والتاريخ. وهنسيب الكل يفكر في السؤال الأخير ده: هل ممكن تكون ثورة إخناتون هي في الحقيقة مجرد صدى منسي لنبي عظيم كان عايش في قصره؟ لغز بيخلي أي حد يعيد التفكير في تاريخ مصر القديمة من أول وجديد.